يحوس في التكنة. وأخبرني أحد المعاونين مع الجيش الفرنسي في ذلك الوقت بعد توقيف القتال، وكان في الحقيقة مناضلا للثورة مدسوس في صفوف الأصاص، قال لي: يا فلان، والله أنا شاهد بأنهم عقدوا مجلسا عسكريا وحكموا عليه بالسجن المؤبد. وكان لي الحظ أنني صورته هو عايب في وقته، يعني مباشرة بعد توقيف القتال، وكان مسكين يمشي على رجل واحدة. حكمناه وداويناه وارتاح، ولا طار العش نتاعو وبدا يعرش علينا من فوق.